الراجل اللي هو بتاع المزلقان ابو طاقيه ده واقف مكاني كده وعامل السلك ده كده عشان القطر ما يعديش. الراجل الثاني برضه بتاع المزلقان واقف قباله الجهه الثانيه على السلك الثاني. في مقاول واخد اكتر من 120 مزلقان علشان يقوم باصلاح المزلقانات اللي زي كده. الراجل جه في الجهه الثانيه ديت وبدا الشغل بتاعه. المفروض يعمل يعني الصح انه يعمل ساتر بالخشب ارتفاع مترين يقف من اول هنا لحد الاوضه اللي عاملها هناك دي علشان يمنع الناس. الراجل بتاع المزلقان واقف للعربيات والاتكات. الراجل ده شايف الراجل اللي مات تحت الارض وقعد ينادي عليه ويقول له يا عم ارجع ارجع يا جدع ارجع يا جدع، بس الراجل مش سامع حاجه. القطر جاي معدي كده راح لطشه كافيه على وشه وعدى القطر كله من فوق. احنا على ما طلعنا نجري نوصل للراجل اللي مات لقيناه بيجيب الدم من بقه ومن دماغه ومن ودانه. جت واحده ست حاطه طلعت الروح بدات تنتهي، جه الاسعاف على السريع الاهالي اتصلت بيه وشالوه. الكلام ده امتى؟ الكلام ده حوالي الساعه 2. 2 امبارح. الساعه كام؟ الساعه 11:30 امبارح. القطر ده كان معدي الساعه 11:30. احنا بيتنا اللي جنبك ده واحنا كنا قاعدين شايفين الموقف واحنا اول ناس رحنا على الراجل اللي مات تحت القطر ده. ودي البيت اللي قابلك ده بقى ده بتاع عيله ابو مقبل. نفس الحكايه شاب في الثانويه العامه من اسبوع بالظبط في نفس المكان ده. القطر برضه لطشه في نفس المكان. يعني دي تاني مرة؟ دي تاني مرة بالنسبة للبيت ده. البيت العالي ده صوروا اهو. البيت اللي جنبه ده بيت عيلة ابو مقبل. البيت اللي جنبه اللي فيه القهوة اللي معمول ديكور هناك ده بيت سامي مختار. برضه بنتهم الصغيرة قاطمة قدام شوية هناك كده اهو نفس الكلام. القطر قطعها بالليل وقطعها حتت شايلها في شكارة. احنا دفناها بالليل. يعني عندك دلوقتي على المنطقة ده هي بس من اول المزلقان ده اول المزلقان ده اهو 3 حوادث او 4 حوادث. والبيت ده اهو الابيض ده وفي بنت مضروبه فينا يا باشا. ده الابيض ده انت عامل هنا في تبع العامل اللي كان واقف مكانك ايه؟ كان واقف الناحيه دي ولا واقف احنا كل واحد واقف على الناحيه. بقول له حاسب ما فيش ما عملتش حاجه. طب بالنسبه للحوادث اللي حصلت اللي ما فيش اي رد فعل من الحكومه او عمل اي حاجه؟ برضه نفس الكلام. قلنا الكاوتش والشباب اتجمعت وقفلنا هنا بالعافيه. وجم بعد كده الامور مشت وانتهينا ولا حياه ولا حد بيرد. ولا حضرتك المسافه دي بس عليها 4 حوادث موت من سبب القطر حته صغيره دي في يا دوبك شهر كده. البيت اللي سامي مختار اسمه اللي قطعها القطر دي بقى لها يجي 5 شهور. الراجل ده عيلة ابو مقبل بقى له يجي 3 اسابيع. الشاب في الثانويه العامه. يعني خساره قوي قوي. الراجل بتاع النهارده ده رخ. الراجل بتاع النهارده ده راجل كبير. المفروض بتاع المزلقان مخلي باله من هنا والثانيه فيها شغل المقاول يقفل الطريق بالخشب ساتر علشان ما حدش يعدي لان مفيش عامل مزلقان هناك دلوقتي. يبقى المفروض بداله يعمل ساتر خشبي او المفروض يعملوا سور كامل من اول المزلقان ده يكتبوا اي حتى اشاره اي حاجه. لا هو حله مظبوط بقى لما يكون في عد يتعمل سور على الجهه دي والجهه ديت يمنع لحد المنطقه السكنيه دي. بعد السور ما يطلع من الحته دي خلاص الخطوره انتهت. لازم يبقى في سور هنا زي بقيه المحطات. طب الشرطه بتاعت المركز مثلا او الشرطه بتاعت المحطه هنا قالوا ايه بقى ولا؟ شرطه المحطه جم خدوا الاثنين العمال بتوعهم لان الناس كانت اتهجمت عليهم هتأذيهم. خدوا الراجلين بتوعهم وقاموا ماشيين على ما الجو هنا شويه. هو كان منظر وحش عم ربنا يا عم والله العظيم. المركز جه هو شايف المنظر ده رئيس المدينه جه برضه عين الوضع بتاعه وخلى الشباب رفعت اللي كان على الطريق اللي هي قافلاه وخد بعضه ومشى وجم بتوع المحطه بسلكوا بقيه الطريق وعلى وعد ان هم يعملوا حاجه ومفيش اي حاجه بتحصل. والقواضي الثانيه ما تعملش فيها اي حاجه. احنا ضغط في ايدك فيها لان ان شاء الله ما هوش هيتفتح هيفضل مقفول كده لما يعملوا لنا صوت. ان شاء الله هيفضل كده لما يعملوا له سور. اذا ما تعملش سور هنشيله البند من هنا خالص البتوع بتاع السكه الحديد. اذا ما تعملش سور هنقفل السكه بتاعت القطر دي تاني بس.